اتفضل يا حبيبي. هو انت البقر ده كله زرعته ازاي وخليته يكبر كده؟ يا لهوي، هو في بقر بيتزرع؟ يا حبيبي مفيش بقر بيتزرع. هو انت يعني مش عايز تقولي على سر المهنة عشان ما ابقى زيك راجل غني وعندي مزرعة كبيرة وبقر كتير؟ هي للناس ما بقتش تحب الخير للناس. ده ايه الحزن المغلي ده؟ خلاص يا حبيبي، انا هقولك البقر بيتزرع ازاي. بجد والنبي؟ طب قول. هتجيب شوية سكر وتحطهم في الأرض وتسيبهم يومين 3 4، بس كده هتلاقي البقر طلع. بس كده؟ ده انا عندي سكر كتير قوي في البيت، لما اروح ازرع بقى شوية بقر. ده الواد هربانة منه خالص. يا سلام، حلوة قوي المنطقة دي. بس هي دي بقى هتبقى المزرعة بتاعتي، اما رشلي بقى شوية سكر وازرع لي شوية بقر وتبقى احلى مزرعة في الدنيا. رايح فين يا سنوسي؟ كنت زارع شوية بقر من يومين ورايح ابص عليهم. زارع بقر من ورايا يا سنوسي وما قلتليش؟ معلش بقى، هي جت كده مفاجأة. تعالى معايا يلا نطمن عليهم ونبص كده ونشوف ايه الاخبار. يلا بينا. الله، شكل البقر يجنن وهو صغير كده. الله، هو انت زرعت البقر ده ازاي يا سنوسي؟ مفيش، حطيت السكر على الارض وسبته وهو البقر بيطلع لوحده. انا لازم اروح ازرع شوية بقر زي دول. لما البقر بتاعك يطلع ابقى علمه بعلامة عشان البقر بتاعك ما يتلخبطش مع البقر بتاعي.